مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لليوم زنود الست بالقشطة من الألف للياء على طريقتي. خلونا نبلش بالقشطة. جدر بارد راح نضيف كوبين من الحليب، 5 إلى 6 ملاعق كبيرة نشا، وربع كوب سكر، ونخلطهم على البارد. بعدها نفتح النار ونستمر بالخلط إلى أن يتكون عندنا هذا القوام. بعدها نضيف علبة من القشطة وملعقة كبيرة سمنة، ونستمر بالخلط لحد ما تتجانس عندنا كل المكونات وتتكون عندنا القشطة. للقطر أو الشيرة راح نحط كوب من الماء وكوب من السكر ورشة ليمون دوزي أو ملح الليمون. بس تفور نطفي النار عليها وننتظرها تبرد. للعجينة راح أستعمل رقائق البقلاوة الموجودة بالأسواق التركية. نفردها بهذا الشكل ونقسم كل واحدة بالنص. كل قسم قسمناه راح نطويه على نفسه بهذا الشكل. وبعد ما بردت القشطة ويانا راح نحطها بهذا الشكل على العجينة ونلف زنود الست بهذا الشكل. ونرصهم بصينية دائرية بهذا الشكل. أنا أفضل ألفهم بهاي الطريقة حتى ما تطلع القشطة من الجهتين. ونضيف عليهم كوب تقريبا من السمنة البلدي على مود نشويهم. وندخلها للفرن على حرارة عالية لحد ما تشقر عندنا بهذا الشكل. بس تطلع من الفرن نصفي منها الدهن الزايد ونضيف عليها القطر. وأكيد ما ننسى نزينها بالفستق الحلبي. حتطلع ويانا زنود الست حارة ومقصبة بهذا الشكل. ونقدمها بالشكل اللي انتو تحبوه. أنا حطيتها بهذا الصحن الأسود حتى يبرز جماليتها. يقولون إنه زنود الست ظهرت أول شي بالعراق بالعهد العثماني، بعدين انتقلت لسوريا ولبنان ويا التجار والعائلات اللي راحوا هناك. انتو شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ أتمنى تجربون الوصفة وتعجبكم. أشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.